اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي المتابعين، حابة أشارككم في فيديو جديد النهاردة. طبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنعمل أكل للغلابة، والأكل ده بيطلع بوقت محدد وبيوم محدد. كل يوم بنعمل حاجة مختلفة للناس وبتتوزع عليها. بس طبعا احنا الحاجة دي الوجبات دي بتتعمل يوم الجمعة. احنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة الناس بتيجي تاخد الحاجة دي، يدوب بتاخدها وبتتغدى على طول. طبعا احنا معانا على مدار الأسبوع بنعمل فول وبنعمل بتنجان وبنعمل بطاطس وبنعمل وجبات برضو. بنعمل حاجات كتير على مدار الأسبوع، بس الوجبة دي محددة بيوم الجمعة للناس الغلابة. عايزة اقولكوا ان أصحاب الخير بتتواصل معانا وبتبعت لنا الحاجة دي، واحنا بنعملها للغلابة ولليتامى والناس اللي تستحق اللقمة فعلا. ان هي مش ساعات ناس كتير قوي ما بتلاقيش حاجة تاكلها، فاللقمة دي بتساعد للناس الغلابة. زي ما انتوا شايفين كده احنا ما شاء الله الوجبة وجبة محترمة. يعني اللي ياخدها بجد يعني ايه يدعي لصاحب الخير. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا معانا العلب ومعانا الوجبات. ده كله معانا ثمرة فاكهة اللي هي الموز. طبعا كل واحد على قد مقدرته، كل فاعل خير بيجيب اللي يقدر عليه، واحنا على قد ما بنقدر برضو بنعمل الحاجة بنطلعها بشكل محترم وبنطلعها بشكل حلو، وان هي تقضي الناس. زي ما انتوا شايفين كده احنا عاملين رز، عاملين لوبيا، وعاملين فراخ. وطبعا شفتوا صينية الفراخ كانت في الفرن ازاي. طبعا الحاجات دي احنا مش مجبرين ان احنا نعملها. احنا الحاجات دي مثلا بنصحى الصبح بدري وبنعملها، ده حبا في الله وحبا الناس لينا بالحاجة دي. وطبعا ده كله عشان فعل الخير، وعشان ان ربنا يعني مثلا يرزقنا اكتر واكتر طول ما احنا بنساعد الغلابة. وطبعا انتوا عارفين الطعام مكتوب في القرآن كتير. ربنا ذكر اكبر طريق يعني للرسول عليه الصلاة والسلام هو الطعام، ان انت تشارك يتيم او تشارك غلبان او تشارك اي حد بالطعام، لان الناس كتير اوي مبتلاقيش الطعام ان هي تاكل وكده. فلو حابين تشاركوا باي حاجة انا تحت امركم، ما هتواصل معاكم. زي ما انتم شايفين الناس بتاخد الحاجة عشان المصداقية وعشان النية وعشان ان احنا الحاجة كلها بتطلع للغلابة. مفيش احنا ما يعني ايه، الحاجة دي بتبقى تبع الناس مخصصة اللي هي الغلابة واليتامى واللي حابة اشارككم فيديوهات كتيرة، بس شجعوني كتير.